من عادات وتقاليد الجنوب. النهارده هنتكلم عن الاكلات النوبيه والاكلات اللي بتميز بها النوبه. معانا ضيفتنا النهارده نتعرف عليها. كريمه بكار من النوبه. اهلا وسهلا بيك استاذه كريمه. ممكن تكلميني عن الاكله اللي بتميز بها المجتمع النوبي؟ المجتمع النوبي له عده اكلات، ولكن اشهرها الجكود، الاتر اللي هو الاتر، يعني الجكود اللي هو الاتر، اتر بالفتيكي، وجكود بالكنزي، وبرضو في عندنا اللي هي ايه، اللي هي نفس الاتر والجكود هم الملوخيه الخضراء المفروكه. والملوخيه الخضراء المفروكه عندنا كذا نوع، يعني بنعمل الملوخيه المفروكه او اللي هو الجكود ده بكذا حاجه. ممكن السبانخ ده لو ما فيش ملوخيه خضراء ممكن السبانخ ده نعمله جكود. ممكن نعمل ورق اللوبيا ده جكود. وبعد كده ممكن ما فيش ملوخيه خضراء بنضطر بقى نرجع للملوخيه الناشفه بقى نجيبها بالسوق. ايوه. وطبعا في اكلات تانية زي الباميه، زي عندي الباميه الناشفه اللي هي ايه اسمها عندنا كدبي، ده برضو من ضمن الاكلات النوبيه. عندي السخينه برضو من ضمن الاكلات النوبيه. كل الحاجات اللي انا قلتها دي بتتاكل بخبز واحد، اللي هو الخماريت، السناسن اللي هي الخماريت او الكوي او الكابد زي ما بيقولوا حبايب الفتكات. واحنا بنقول عليها مثلا في التخين خالص ده منه ده بنقول عليه الخماريت، في الرفيع شويه ده ممكن نقول عليه الكوي او الفتي. ده اللي ممكن يتاكل برضو مع اللبن الرايب برضو بنعمل له فته بالفتي اللي هو الابيض الخفيف ده. ايوه الخفيف. ده من سمات مطابخنا. مش معنى كده ان احنا ملناش في الصواني وفي المدنيه، لا، المطبخ النوبي ده حاجه اساسيه. انما لكن بنعمل اي اكله ممكن تخطر على البال، وممكن اكلات بتتالف مننا. احنا بنشكر الظروف ان دلوقتي طالعين في حاجه جديده كده، يقول لك ايه احنا بنعمل الكريب. ايه هو الكريب؟ الكريب ما هو الفت بتاعنا، هو الخماريت بتاعنا. ايه عملوا له؟ مش عارفه، ما بيقوش يخمروه، لا ده يحطوا له يضيفوا له بيضه. لا، هو الكريب او فكره الكريب هي فكره السناسم، فكره الخماريت، فكره الفت. فعلا. وفي اكله كنت بحبها جدا، جدتي كانت بتعملها، اديني فكره عنها. لما كان اللحمه ساعه عيد الضحيه اللحمه بيقطعوها حتت صغيره وتقعد شهور ما يجرى لها شيء. ايوه، بينشفوها اللحمه طبعا وتتعلق في الهواء كده، زيها زي فكره الطماطم المجففه، زيها فكره الباميه الناشفه، زيها بالظبط كانت بتتعلق. وسبحان الله ان ربنا كان بيسترها، كان ساترها مع الناس قديما. ما كانش فيه ثلاجه، ما كانش فيه حاجه بيتحط فيها او مكن متطور يتحط عليها الحاجه وتتجفف، لا، دي الناس دي كانت بتعلق السمك، كان بيتعلق وبيتجفف، يفتحوا السمكه كده اهو ويعلقوها ويجفوها، يعملوا منها الدشيش بالسمك. واللحمه دي اللي هو احنا بنعملها، وفي السودان بيطلقوا عليها اللي هو ايه بيتاكل. ويا سلام كمان السخينه الكدابي بقى، بصل كتير. النحني ده بيتعمل بصل بس مع الحمام اللي مش محشي، ويتسوى في النار. ده غير الحمام اللي بالسخينه. غيره. انا برضو في بعض الافراح النوبيه شفت الحمام عاملينه بالسخينه صلصه. لا، دي بتتعمل بالبصله بس. دي برضو من ضمن الحاجات. مع كده، مع المدنيه ومع تطور، تلاقي جميع انواع الاكلات اللي موجوده على اشرطه الفيديو او في المطابخ اللي بتتذيع كل يوم والتاني، تلاقي الستات عندنا بتعمل احسن منها. جميل. طب وبرضه عايزه اتكلم عن حاجه تانية، بعض المشروبات النوبيه المتميزه، في حاجات بيتميز بيها المجتمع النوبي، وخصوصا في رمضان الابريق اللي بيجي محبب للكل، يعني حتى الغير النوبيين بيحبوا يشربوا الابريق في رمضان. كلميني عن الابريق. الابريق ده طبعا حاجه فوق الوصف. الابريق ده لانه لما معلش يمكن هقول لكم حته بس في تصنيعها، ان هي لما بتتخمر لمده 7 ايام
هو ده الابريق الاصلي. انما انا اروح اجيب لي صفيحه ب 50 جنيه ما بيضحكوا عليك. انما لكن الابريق الاصلي بيتأمن دي القمح، بيتخمر، بيتحط معاه 7 اعشاب طبيه في الخميره، تقعد لغايه لما تخمر وتاخد من الاعشاب دي الفايده بتاعتها. بعد كده بيقعدوا بقى الستات في الحوش الكبير ويحطوا كل واحده تحط الدوكه بتاعتها بقى، والعجينه بتاعتها ما بتبقاش بقى عجينه تخينه ولا لا، عجينه كده ميه سايبه خالص. مجرد ما انت بتحطيها على الدوكه وبالخشبه بتاعتها بتدوريها عشان تفرديها على الدوكه، بتطلع معاكي ارق من ورق السيجاره. ارق من ورق السيجاره لما تيجي تحطيها على بقك تديك المزازه. مش انا اشتري دلوقتي اروح اشتري لي كيس ابريق ب 15 جنيه من الشارع ومن السوق، ومجرد ما افركها بين ايدي واحطها في الميه تبقى عجينه. كده نتعلم بقى ما نشتريش الابريق الا من المتخصصين، لان اغلب اللي بيشتروا الابريق في رمضان بيقولوا احنا بنشربه بيبقى عجين لحد ما نيجي نشربه. لا. وناس دلوقتي يقول لك احنا بنعمله بنعجنه بالفانتا عشان خاطر تبقى ملونه. لا، الابريق بيبقى لونه. طب معلش، في فوائد طبيه للابريق، عايزاك تتكلمي عن الفوائد الطبيه، لانه بيقولوا برضه ان هو للمعده مريح. لان هو بيدخل في عجنته بيدخل جميع الاعشاب الطبيه. زي ايه معلش؟ زي الحلفبر، زي الحرجل، زي الكمون، زي القرنفل، اي عشب طبي الناس بتشربه لاي مرض معين بيتحط فيها. بعد كده لما تيجي تشربيه بعد طول يوم كامل وانت صايمه، يا دوب تاخدي البلحه وتاخدي الكوبايه دي بتغنيكي عن اي شيء، تريح لك المعده. تقومي تصلي المغرب، في ناس تقول لك انا هصلي العشاء ويصلوا العشاء وتيجي طالما انت شاربه كوبايه ابريق بعد صلاه التراويح لو اكلت خروف هيهدمه. فعلا ده برضه بنشربه، انا بحبه صراحه. وفي مشروب تاني برضه مميز بس مش منتشر قوي في اسوان، الحلو مر، اللي هو الحلو مر ده طبعا بيتعمل زي الابريق بس بيبقى متطبق كتير بيتحط له فيها تمر هندي فلونه بيبقى مغمق شويه. ده برضو كمان من المشروبات الهايله جدا جدا، من اللي مريحه للمعده ومريحه للبطن كلها بجد يعني. فتخليكي برضو في غنى عن ان انت تقومي تاكلي المعده تشغلي المعده وهي فاضيه، لا دي بتريح المعده وبتخلي المعده على استعداد تام انها تاكل اي حاجه. جميل جدا. نشكر الاستاذه كريمه على المعلومات الجميله الهامه، وان شاء الله عرفنا ان احنا استفدنا منها ان احنا نشتريش الابريق الا من المتخصصين، او معنى اصح من النوبيين اللي بيعملوه في البيت وبيخمروه بالسبع حبوب. شكرا حضراتكم مع حلقتنا، ويا ريت نكونوا انبسطتوا بيها، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده.